العين بالعين والسن بالسن. أنت، نعم أنت لست ظالما حين ترد الأذى، ولا مذنبا إن قررت أن تصمت على من صمت عنك، وأن تهمل من أهملك، وأن تبادل الجفاء بما يوازيه. هناك لحظات لا تكون فيها قاسيا، بل فقط عادلا مع ذاتك، حين يسيء إليك من أحببت، وتشعر أن كرامتك تستنفذ باسم الحب. لا تجعل الطيبة قيدا يكبلك، ولا تسمح لعقدة الذنب أن تمحو ملامح شخصيتك. قالوا: قابل الإساءة بالإحسان، لكن الله تعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تذيب نفسك في عواطف لا ترد، ولا أن تهدر كرامتك مع من لا يرى لك وزنا، أو يمن عليك بأبسط أشكال الاهتمام. فالعطاء حين ينتزع منه التقدير يصبح استنزافا، والصبر حين يخلط بالإهانة والذل يتحول إلى ظلم للنفس. سلام عليكم.